حرب قبلية واصطدامات عنيفة. الأوضاع في تندوف تنذر بزوال البوليزاريو. اقتتال واصطدامات عنيفة تفاقم المعاناة اليومية للمحتجزين في مخيمات تندوف، حيث باتت هذه الأخيرة أرضا مباحا فيها القتل والنهب والاضطهاد بجميع الأشكال. البوليزاريو على شفا الهاوية. في تصريح لموقع الأخبار المغربية، أبرز رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبد الفتاح أن الاصطدامات العنيفة ذات الطابع القبلي التي تشهدها مخيمات تندوف هي مؤشر على ضعف الجبهة الانفصالية وتفككها وترهل أجهزتها الأمنية بسبب ضعف عقيدتها القتالية وتراجع فكرتها السياسية نتيجة الانتكاسات والهزائم التي يتلقاها المشروع الانفصالي. وأوضح الخبير والمحلل السياسي أن البوليزاريو باتت تحت إلى محاولة توظيف العصبيات القبلية لأجل ضبط الأوضاع والتوازنات الاجتماعية داخل المخيمات. وشدد سالم عبد الفتاح على أن هذه الاصطدامات ذات الطابع القبلي تأتي في ظل الانتشار الكبير لعصابات الجريمة المنظمة في مخيمات تندوف وتغلغل الجماعات المتطرفة والفكر الديني المتطرف، في ظل اعتماد البوليزاريو على الصناديق السوداء في اتباع أنشطة غير قانونية من قبيل التهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر، حيث يبرز تقاطع الأجندات بينها وبين الجماعات المسلحة التي تعد الزبون الأول لهذه الأنشطة الغير القانونية. ولفت عبد الفتاح إلى أن الجبهة الانفصالية تلجأ إلى تحريك العصبية القبلية لأجل تفكيك المجتمع في مخيمات تندوف في محاولة للتحكم في التوازنات الاجتماعية، حيث تطبق سياسة فرق تسود عبر أعمال العصبية القبلية في محاولة لضرب وإضعاف كافة الحركات الاجتماعية والسياسية المناهضة للبوليزاريو. مسؤولية الجزائر. وأبرز رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن هذه الانفلاتات الأمنية تحيل على مسؤولية الدولة الجزائرية فيما يفترض أنهم لاجئون داخل ترابها الإقليمي. وشدد عبد الفتاح على أن الجزائر تتنصل من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء قاطني مخيمات تندوف من خلال تفويض غير قانوني لسلطتها لصالح جماعة مسلحة وميليشيات انفصالية خارجة عن القانون. حرب قبلية. هذا وكشف منتدى دعم الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف باختصار بفرصة في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الحرب القبلية بين سكارنا والفقرة تطورت إلى المواجهة المسلحة أودت بحياة جزائري يحمل وثائقا جزائرية وهو ما خلق مشكلا في نقله وعن سبب تواجده بالمخيمات لحظة الصراع. وأبرز المصدر ذاته أنه خلال نقاش بين القبيلتين قام شخص ينتمي لسكارنا بأخذ سلاح وشرع في إطلاق النار في وجوهه، وترتب عن الأمر إصابة شخص برصاصة فوق مستوى القلب. ونقل المنتدى أن قبيلة الفقرة احتشدت هي الأخرى، حيث قامت امرأة من سكارنا وجهزت مجموعة كبيرة، واستطاعت المجموعة توفير 15 سلاحا وقررت الانتقام. وبعد بضع تدخلات طالبوا بتسليم الشخص الذي أطلق النار على أقاربهم، لكن قبيلة سكارنا سلمته للسلطات.